السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل مربى المشمش الكذاب. هعملها إزاي؟ بجيب أنا برتقان بسرة وبقشره وبشيل أي حاجات منها. الحاجات البيضة ديت بشيلها. بوزن البرتقان وهو بدون قشرة. 2 كيلو برتقان متقشر عليهم نص كيلو جزر. بحط السكر كيلو وربع سكر. لكل كيلو برتقان نص كيلو سكر. طبعا في نص كيلو جزر فيتحط ربع كيلو، فاللي دول 2 كيلو ونص يعني عليهم كيلو وربع. حطيتهم في التلاجة طول الليل، فالمية ديت نازلة مية البرتقان. انا ما بحطش ميه ولا اي شيء. لعمل المربى او اي مربى بيبقى عندي الليمون، بحط عصير الليمون. والسر بقى اللي يحولني مربى البرتقان الى مربى مشمش اللي هو الجيلي المشمش. هنشوف هنعمله ازاي. هحطه على النار واغطي عليه لحد ما يستوي. كده البرتقان والجزر استوى. هطفي عليه البوتاجاز واستنى لما يبرد واضربه في الخلاط. ضربت البرتقان والجزر في الخلاط بدون ما اضيف ميه ولا حاجه. احس ان الاقيها تقيله اهيت من غير اي حاجه. بعد كده احط عصير 4 ليمونات وتبقى كده ديت مربى البرتقان بالشكل ده. لكن انا عايزه احولها بقى لمربى مشمش. هشوف هضيف ايه. الباكت الجيلي المشمش بفتحه واضيفه على البرتقان على النار. هتتحول من مربى برتقان لمربى مشمش. اسيبها تغلي 10 دقايق ولا حاجة لحد ما تستوي وتبقى جاهزة، وهنشوف هنعمل فيها ايه. اللون اتغير من لون البرتقان للون المشمش، والجيلي طبعا بيساعد انها تلف بسرعة. كده استوت المربى اهيت، بقى شكلها جميل والسمك بتاعها كويس اهوت. هنطفي البوتاجاز عليها ونشوف هنعمل ايه. المربى اهيت استوت وبقت جميله جدا، ولسه لما هتبرد لانها لسه سخنه. الريحه جميله جدا كأني قاعده في حديقه مشمش، كأن المربى ديت مشمش خالص. بعد ما تبرد بجيب اكياس تلاجة واحط في كل كيس المقدار اللي انا بحب استعمله. انا هاخد كبشتين من مربى المشمش الجميله ديت واحطهم في الطبق، وان شاء الله هعمل فيديو تاني اقول لكم هستفيد ايه من المربى بتاعت المشمش ديت. اعمل منها صنفين جمال جدا ومحببين